السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنقول لكم ولا اللي غنهضر معكم فيه بخصوص لا سي ان اس اس وبخصوص كليه الطب والصيدله. بالنسبه للكونكور ديال لا سي ان اس اس راه تحل، ولكن كاين نصائح مهمه خصكم تعرفوها. تبعوا معنا لا فيديو من الاول حتى الاخر، ولا عندكم اي سؤال خليوه لينا في الكومونتير باش نجاوبوا عليه. نتمنى انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه. باش نوضح اكثر، بالنسبه للكونكور ديال لا سي ان اس اس راه مفتوح. بالنسبه للكونكور ديال لا فارماسي راه ما غادي يتحل ان شاء الله تقريبا حتى شهر 9 شهر 10، يعني في هاد الجويه. هذا هو الموعد اللي كيتحل فيه الكونكور من كل عام. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا، الطلبه اللي انتريسي بالبريباراسيون ديال الكونكور ديال لا فارماسي من دابا باثمنه جدا رمزيه، يكفي فقط انكم تواصلوا معنا على الواتساب باش هكا نقدروا نشرحوا لكم اكثر بخصوص هاد العرض اللي دايرين. اثمنه رمزيه ومعنا اساتذه عندهم كفاءه عاليه. تواصلوا معنا على الواتساب، المقاعد جد محدوده. نبداو لا فيديو ديالنا على بركه الله. بالنسبه لا سي ان اس اس راه طالبين الناس يكون عندهم باك بلس 5 في علوم الصحه اولا في البيولوجيا والصحه. يعني بصيغه اخرى خاص يكون عندك الماستر. الليسونس ما بقاش كتخدمك مع لا سي ان اس اس، خاص يكون عندك ماستر وتكون عنده علاقه بالصحه. دونك الحدود هنا واضح. الحاجه الثانيه اللي باغي نهضر عليها هي لا فارماسي. كنقول لجميع الطلبه وجميع الطالبات انهم يبداو يوجدوا من دابا، ماشي بالضروره دير معايا العرض. بدا توجد اسيدي بوحدك من داركم ماشي مشكل. بدا توجد، علاش؟ لان هاد العام كاينه واحد الفرصه كبيره باش انك تقبل، لانه كاين خصاص كبير وكبير، يعني بزاف بزاف. علاش كاين خصاص؟ لان النمو الديموغرافي ديال المغرب الحمد لله راه غادي فواحد التطور، وغادي كيكبر، يعني بنادم غادي كيتزاد بصيغه اخرى. وحتى المستشفيات كيولوا كيحلوهم بزاف. يعني غير في البلاصه اللي ساكن انا تحلوا تقريبا شي 5 ديال السبيطارات حدانا، من غير سبيطارات ديال الحومه ومن غير بزاف ديال الحوايج. واضح؟ دونك كاين خصاص كبير في هذا المجال، سواء في الفارماسي سواء في الميديسين سواء في يعني داكشي ديال التمريض. الدومين ديال الصحه راه غيولي مطلوب بزاف من هنا واحد عامين ولا 3 سنين. دونك استغلوا هذه الفرصه وما تضيعوهاش. هادشي اللي كاين. الله يوفقكم والله ييسر لكم، والا احتاجيتوا اي حاجه غادي نكون موجود باش نجاوب على جميع التساؤلات وجميع الاستفسارات ديالكم. اعتبروني بحال خوكم الكبير، والله يكون شرف ليا باش انني نعاونكم وباش انني نوجهكم.